السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عملت مسقعه وفراخ. عملت المسقعه بالكبد والقوانص، طعمها حلو جدا، وممكن تستبدلوا الكبد بالقوانص باللحمه المفرومه. اول حاجه جبت الفرخه، قطعتها كده 4 قطع، نقعتها في المحلول بتاعها زي ما انا متعوده، دقيق وملح وليمون وسكر. بنقعها حوالي ساعه، وبعد كده بغسلها كويس جدا وبشطفها تحت ميه جاريه في الحنفيه. بعد كده حطيتها كده في معلقه من الزيت، وحطيتها في الحله، وحطيت عليها البصل والطماطم والبهارات بتاعتها، فلفل اسود وحبهان وملح. وبعد كده ضفت لها ميه مغليه وسبتها على راحتها تستوي. بعد كده قطعت بتنجان ونقعته في ميه وخل، وقطعت بطاطس بالطريقه دي شرايح، تكون لا رفيعه ولا تخينه. بعد كده حمرت البطاطس وحمرت البتنجان، كل واحد لوحده بس في نفس الزيت. طبعا البطاطس لسه ما استوتش، فهتكمل سوا في الصلصه بتاعه المسقعه. البطاطس اهي لونها مش غامق قوي ومش فاتح قوي، يعني تكون بالطريقه دي او بالشكل ده. بعد كده جبت 2 فلفل اخضر وقطعتهم 4 ترباع كده بالطريقه دي، وواحد حامي او حراق. لو ما بتحبيش الحراق ممكن تستغني عنه، وبتحمريهم وبعد كده طلعتهم. بعدين جبت حوالي نص كيلو من الكبد والقوانص، قطعتها صغير بالطريقه دي، وبعد كده حطيتها في الزيت شوحتها. طبعا بعد ما غسلتهم كويس جدا، وحطيت عليهم رشه من الفلفل الاسود ورشه من الكزبره الناشفه ورشه من الملح. وبعد كده بقى هبدا اعمل مسقعه. حمرت بصله في معلقه من الزيت، جبت حوالي نص كيلو من الطماطم عملتها عصير ونزلت بيها في البصل. بعد كده حطيت البهارات بتاعتي اللي هي الفلفل الاسود والكزبره الناشفه والملح، وسبتها تتسبك شويه. وبعد كده نزلت اول حاجه بالكبد والقوانص، وبعد كده بالبطاطس. اول حاجه علشان البطاطس عايزه تستوي شويه، هنأخر البتنجان شويه لغايه ما البطاطس والكبد والقوانص تكمل سواها في الصلصه. بعد كده لما احس ان هي نشفت هنضيف كوبايه من الميه ونسيبها تكمل سواها. بعد كده لما احس ان البطاطس استوت خلاص هي والكبد والقوانص، بنزل بالبتنجان والفلفل. بعد كده هغطيها، ولما استوت بقت بالشكل ده حطيتها تحت الشوايه وطلعت كده حوالي بس 5 دقايق تاخد لون وخلاص. بعد كده بقى جهزت الاكل، كان عباره عن مسقعه وفراخ، وعملت سلطه ورز، وكانت المسقعه حلوه جدا. ان شاء الله لو جربتوها هتعجبكم، وتقولوا رايكم في الكومنتات. بعد الغدا ده عملت بقى العصير ده، بالنسبه لي بسميه عصير الصحه والجمال، هو مغذي للجسم كله، للشعر وللجسم، حلو جدا. اول حاجه بجيب برتقانه بقطعها شرايح، ونعناع اخضر فريش، وليمونه او ليمونتين وبقطعهم برده شرايح، وبنجر بغسله كويس وبقطعه، ومعلقتين سكر. بعد كده بحط كل ده في الخلاط. لو عايزه تستبدلي السكر بالعسل مفيش مشكله، او ممكن تحطي حليب مكثف. وبعد كده بضربه في الخلاط كويس جدا، بضربه كويس جدا، وبعد كده بصفيه في الميه علشان البنجر طبعا مش مسلوق. لو عايزه تسلقيه مفيش مشكله، بس انا بحب اعمله كده علشان الفايده تكون موجوده فيه. حلو جدا، مغذي للشعر ومغذي للاطفال ومغذي للصحه عامه يعني. وطبعا حلو للانيميا، الناس اللي عندها انيميا ممكن تشربه يوم ويوم، هيكون حلو جدا وهيجيب بنتيجه حلوه جدا معاهم. بعد كده طلع عندي كده لونه حلو جدا، شكله حلو جدا، وطعمه احلى كمان.
وكده النهارده الفيديو بتاعي يكون خلص. قولوا لي رايكم في الكومنت، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.